صباح الأمل والتفاؤل والسعادة في يوم جديد تشرق فيه شمس علينا. غدا بإذن الله تكون قد مرت 43 عاما على حرب أذهلت البشرية. في الثانية بعد الظهر تماما انطلقت طائراتنا لتعبر قناة السويس، 222 طائرة نفاثة تفوق سرعتها سرعة الصوت. هذه الطائرات انطلقت لتعبر القناة وانتهت من ضربتها الأولى في 20 دقيقة بالضبط. خسائرنا فيها تكاد لا تذكر. نجحت ضربة الطيران نجاحا مذهلا وحققت نتائج فاقت 90% بخسائر لا تتعدى 2%، فكان الأمر مذهلا لإسرائيل وللعالم أجمع. فتحية تقدير واحترام لكل من شارك في حرب أكتوبر المجيدة. تحية تقدير وامتنان للرئيس الراحل جمال عبد الناصر قائد حرب الاستنزاف، وتحية تقدير وامتنان للرئيس الراحل أنور السادات صاحب قرار الحرب ورجل الحرب والسلام، وتحية تقدير وحب وامتنان وإجلال للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك قائد الضربة الجوية، الذي بفضل قيادته الحكيمة انتصر جيشنا العظيم على إسرائيل. فلا مجال لمن خرج في يناير 2011 وبعدها ليروج بأن الضربة الجوية ليست منسوبة للرئيس الأسبق مبارك، فهذا افتراء وتزوير للتاريخ. هؤلاء هم الإخوان و6 أبريل وكل من على شاكلتهم، كل من يريد تشويه أي شيء وأي شخص في هذا الوطن الجميل.